السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ورمضان مبارك سعيد. هذا الفيديو هذا خصيصا لمجموعه ديال الطلبه ومجموعه ديال الناس اللي كيعيشوا في الصين اللي دائما كيتواصلوا معايا وكيسولوني بالنسبه للفيزا ديال اوروبا او لا فيزا شنغن. كل سنه كيف ما كتعرفوا فراني كنمشي الحمد لله لاوروبا، يعني كنمشي بزياره سواء كانت زياره عمل او لا كانت يعني بالغرض السياحه، مي في الغالب كتكون الغرض اللي هو ديال السياحه. دونك قررت انني نعاود عاوتاني فيديو ونتكلم فيه ان شاء الله بالنسبه لهاد الفيزا شنغن، كيفاش انك تقدر تحصل عليها من الصين بدون اي تعقيدات. كيف ما كنعرفوا يعني كاينين بزاف ديال الاخوان اللي كيدفعوا ليها ولكن في الاخير ما كيتوفقوش وما كيحصلوش عليها. دونك غادي نحاول نشرح شنو هما الاوراق اللي كتخص يعني اللي غادي تحتاج، غادي نحاول نشرح يعني اشنا هما الشروط اللي خصهم يكونوا كيتوفروا فيك، اشنا هما الاخطاء اللي ما ديرش، وكيفاش انك تدفع الملف ديالك ويكون واحد الملف اللي هو كيف ما كنقولوا كامل متكامل وبدون اي نقص. وحتى الا كان على سبيل المثال حتى شي حاجه يعني في الملف، على سبيل المثال بالنسبه لحجز تذاكر الطيران او لا بالنسبه لحجز الفندق او لا على سبيل المثال خطه السفر، فراه هادشي هذا ان شاء الله راه غادي نقدر نعاونك يعني كيفاش انك تقدر تبريباري. من اكثر المشاكل اللي كيخلي ان الناس كترفض لهم الفيزا خاصه هنا في الصين هو اختيار الوقت ديال السفر. هذاك الاختيار ديال وقت السفر فراه هو مهم بزاف. يعني كنتكلموا على امتى غادي تمشي تسافر على سبيل المثال لاوروبا، هذا اول خطا. الخطا الثاني هو الاختيار ديال الدوله، اش من دوله غنمشي نقدم فيها الملف ديالي، يعني ماشي اي دوله نمشي ونقدم الملف ديالي. وثالث حاجه هو امتى نمشي نقدم على سبيل المثال على فيزا شنغن. يعني هذاك الاختيار ديال الوقت فراه هو مهم بزاف، هو اللي كيدير واحد الفارق في الهدف لاكسبتاسيون ديالك ولا القبول ديالك ديال الملف ديالك ديال الفيزا شنغن. اول شيء ملي كتكون انت يلاه يعني كيف ما كنقولوا يلاه جيتي للصين فما كنصحكش يعني مباشره تمشي تدفع الفيزا شنغن، علاش؟ غالبا يقدروا ما يبغيوش يعطيوها لك. هذه اول حاجه. الحاجه الثانيه على سبيل المثال بقيتي في الصين يعني واحد المده ديال سنه، حنا نقولوا سنه ويوم، ففي هذه الظروف هذه فراه بامكان كيف ما كنقولوا راه بامكانك انك تجي النهار الاول يعني للصين وتدفع الفيزا شنغن، ما كاينش اللي غادي يحبسك وغتدفع. الاشكال واش غادي تاخذها ولا لا، راه تما فين كياخذ الانسان الرفض. يعني دائما خصك تكون كيف ما كنقولوا كتمشي بواحد العقلانيه. حاول انك كيف ما كنقولوا دوز واحد السنه على الاقل في الصين ومن بعد سير دفع. وملي تبغي تدفع كيف ما كنعرفوا في الصين كاينين جوج ديال العطل بالنسبه للطلبه، كاينه العطله ديال الشتاء وكاينه العطله ديال الصيف. دونك تقدر تدفع كيف ما كنقولوا باش تمشي في هاد العطل هادو. دونك هذا بالنسبه لامتى نمشي على سبيل المثال، حيت ما يمكنش انت على سبيل المثال طالب وبغيتي تقول لهم راني بغيت نمشي لاوروبا في شهر 4، يعني انت كتقرا وما كايناش العطله في شهر 4، كيفاش انت غتمشي لاوروبا؟ دونك هنا كاين هذا الاشكال هذا. الحاجه الثانيه اللي مهمه بزاف اللي خص الناس يركزوا عليها هو الاختيار ديال الدوله اللي غتمشي تابلي منها. على سبيل المثال المغرب شنو هما الدول اللي عنده كيف ما كنقولوا علاقات مزيانه او لا كبيره مع في دول في الاتحاد الاوروبي او لا في دول شنغن. كنلقاو كيف ما كنقولوا كنسميو حنا ماشي الاشقاء مي كنسميو الاصدقاء ديالنا. اول حاجه نقدروا نبداو غير فقط باسبانيا. اسبانيا قريبه لينا كيف ما كنقولوا قريبه للمغرب، العلاقات واطده، العدد ديال المغاربه اللي عايشين في اسبانيا كثير. دونك من بين الدول اللي انا شخصيا يعني كنرشحهم لك انك تمشي تدفع لهم، تقدر تدفع لاسبانيا، تقدر تدفع للبرتغال، تقدر تدفع على سبيل المثال ايطاليا، تقدر تدفع لفرنسا. مي بهذا التدريج هذا يعني كيف ما عطيتهم لك انا، حاول تدفع لاسبانيا، البرتغال، ايطاليا هما الاولين. هادو كيف ما كنقولوا كيكونوا اسهل، عاد باش كتجي فرنسا شويه اسهل، عاد باش كيجيو الدول الاخرى. الدول الاخرى ما كتربطناش فيها كيف ما كنقولوا بزاف. على سبيل المثال كاينه هولندا تقدر تدفع عليها، كاينه بلجيكا حتى هي تقدر تدفع عليها، كاينه المانيا تقدر تدفع عليها. مي على سبيل المثال انت اول مره بغيتي تمشي على سبيل المثال اوروبا من الصين، يعني اول مره غتمشي ما يمكنش لك مباشره غتمشي غتدفع على سبيل المثال حنا نقولوا لواحد الدوله، يعني حنا نقولوا فنلندا، يعني اوتوماتيكمون راه تقدر ترفض لك الفيزا ديالك. دونك هادو من بين الاخطاء اللي اولا اوتوماتيكمون من الديبار نمشي ندفع على سبيل المثال لسويسرا، اولا من اول وهله غادي نمشي على سبيل المثال ندفع ما عرفتش للتشيك ولا ندفع لبولونيا ولا. يعني دائما كيف ما كنقولوا حاول كيف ما كنقولوا تكون عقلاني كيف ما كنقولوا. الحاجه الاخرى اللي كيطيحوا فيها بزاف ديال الاخوان هي على سبيل المثال عندك شي صديق او صديقه في هذاك البلد، بلاتي راه الا عطاني لانفيتاسيون ديالو راه غادي تساعدني. لا الاخوان، انت غتمشي بغرض السياحه، دونك قاد وريقات كلهم غيتقادوا هنايا. دونك ندوزو للمرحله المهمه، اشنو خص يكون عندي في هاد الوراق هادو. بالنسبه للاوراق، اول حاجه خص يكون عندك جواز السفر
باقي كيف ما كنقولوا فيه الساري المفعول اكثر من 6 شهور، وكلشي هادشي كلشي راه عارفه. دونك الجواز السفر ديالك مقاد وكلشي فيه الاقامه ديالك، خص الاقامه ديال الصين ديالك تكون فيها الصلاحيه على الاقل 6 شهور. كنقول لك الاقامه ديال الصين ماشي الباسبور، دابا الاقامه ديال الصين اللي عندك في الجواز السفر ديالك تكون باقا صالحه. يعني لو لقيت انت اللي غتمشي على سبيل المثال لاوروبا وباش ترجع تكون باقا صالحه، ما يمكنش انت على سبيل المثال الاقامه ديالك غادي تسالي وانت بغيتي تدفع كيف ما كنقولوا اوروبا. دونك راه بزاف اللي كترفض لهم بهذه الاشكاليه هذه. يعني كيشوف بانه الاقامه ديالك على سبيل المثال واحد الطالب داير اللغه غتسالي ليه الاقامه في شهر 7، هو دافع بانه غيمشي لاوروبا في شهر 7، راه اوتوماتيكمون راه يقدر ما يعطيوهاش لك. علاش؟ حيت ما عندكش شي حاجه اللي كتثبت بانك غترجع للصين. الحاجه واحده اخرى اولا واحد الغلط واحد اخر اللي كيف ما كنقولوا بزاف كيطيحوا فيه، بانه كيدير في الخطه ديال انه ديال الزياره ديال اوروبا بانه راه غيمشي للمغرب. لا الاخوان، هذا راه اكبر غلط كدير. واخا انت تكون في النيه ديالك غتمشي للمغرب، ما ديرش بانك غتمشي للمغرب، دير على اساس انك غتسافر لاوروبا وغترجع للصين فقط. انت غادي سياحه، السياحه غنمشي لاوروبا وغنرجع للصين باش نكمل اموري. دونك اشنو تكلمنا؟ جواز السفر ديالك، الاقامه اللي عندك في الجواز السفر. دابا كندوزو شنو كدير انت في الصين؟ كنتي خدام كتجيب اتيستاسيون طرافاي، كنتي كتقرا كتجيب ستادي سيرتيفيكيت. يعني على حسب انت شنو كدير، شي حاجه اللي كتثبت انت اشنو كدير يعني في الحياه اليوميه ديالك هنا في الصين. عندك بيزنس راه كتجيب ما يثبت بان راه عندك بيزنس ديالك. دونك بالنسبه لهاد النقطه فهي كلير. بالنسبه للطلبه، الا كانت عندك منحه زيد الورقه ديال الادميشن ديالك اللي مكتوب فيها بان عندك منحه، كتثبتها كيف ما كنقولوا حنايا بانه راه عندك منحه. دونك هذه حتى هي كتلعب واحد الدور اللي هو مهم. حاجه اخرى اللي تقدر تزيدها هو الا كانوا عندك فيزات اخرين ديال دول اخرين، او لا مشيتي لدول اخرين عندك الطبعات ديال في الباسبور، هذوك تما زيد. واخا يكون الباسبور قديم زيدهم، يعني واخا يكون الباسبور ديالك قديم زيدهم. هما في هذا ديال الاتحاد الاوروبي ديال شنغن كيقول لك اخر 5 سنين شنو هما الدول اللي في ليسباس شنغن مشيتي سافرتي لهم. وحتى الا ما كانوش في ليسباس شنغن، على سبيل المثال عندك شي فيزا ديال اليابان، عندك ديال كوريا، عندك اي دوله، تايلاند على سبيل المثال الا كانت بيزنس، ولا المهم الا كانت عندك قديمه في اخر 5 سنين. اي دوله مشيتي ليها، السعوديه، امارات، اي حاجه مشيتي ليها حطها كيف ما كنقولوا، عزز بها الدوسي ديالك. هذوك كيعاونوك، حيت كل ما كتسافر بزاف كل ما غنجيو للنقطه ديال شحال غيعطوك في الفيزا. دونك هاد النقطه هذه كيف ما كنقولوا تجاوزناها. دابا غندوزو شحال خص يكون عندي في الكونت بونكير. بطبيعه الحال ضروري من حساب بنكي. هذاك الحساب البنكي اقل حاجه اللي كنصحك به تكون فيه واحد 20000 RMB. يعني كنقولوا بالنسبه للعمله المغربيه تقريبا واحد 28000 درهم. اقل حاجه، اقل حاجه. وملي كنقول لك عاوتاني 20000 RMB بالنسبه لواحد الشخص اللي بغى يسافر على سبيل المثال سيمانه، يعني 7 ايام. كل ما بغيتي تزيد تسافر اكثر كل ما خص يكون عندك مونطون اكثر. هذه هي القاعده اللي تخدم بها. هما نورمالمون عندهم واحد التقييم بالنسبه لعدد الايام. على سبيل المثال بغيتي تطلب شهر، دونك بغيتي تطلب شهر، هما كيفاش كيديروا التقييم ديالهم لهذا الشهر هذا او الايام؟ كيقول لك الشريف خص تكون عندك على الاقل كل نهار غتمشي تجلسوا في اوروبا تكون عندك 100 اورو، بلا الريزيرفاسيون ديال البي ديالك، بلا كيف ما كنقولوا الريزيرفاسيون ديال لوطيل ديالك. يعني بحال انت كسائح غتمشي تخسر 100 اورو في النهار، خصها تكون عندك، تكون باينه في الكونت. حيد منها لوطيل وحيد منها الطياره وداكشي. دونك خص تكون كيف ما كنقولوا داير الحساب ديالك. دابا بالنسبه للكونت بونكير، كل ما قلنا كل ما بغيتي تجلس اكثر كل ما خص يكون عندك الكونت بونكير عامر. سواء الا كان عندك ديال الشينوا من الاحسن يكون ديالك ماشي ديال شي حد اخر ديالك، ولا كان عندك كونت بونكير في المغرب حتى هو حطهم بجوج، ماشي تحط فقط ديال الشينوا، عندك بجوج. ولكن ما ديرش واحد الغلط ديال انك على سبيل المثال الكونت ديال الشينوا فيه على سبيل المثال 5000 RMB والكونت المغرب فيه 4 مليون و5 مليون. لا، خص هذيك فهمتي لي الكونت ديال الشينوا البلاد اللي انت عايش فيها هو اللي يكون فيها الفلوس بزاف. دونك هاد النقطه كليره الاخوان. دونك الكونت بونكير خصو يكون عامر باش ما ترفضش لك الفيزا ديالك. دابا ندوزو لحاجه اخرى، ندوزو للخطه ديال السفر ديالك. على سبيل المثال كاين بعض الاشخاص اللي كيبغي يسافر في اوروبا، بغى يزور 2 ديال الدول، 3 ديال الدول، 4 ديال الدول، من حقه. تقدر تسافر ليسباش اللي هو شنغن الا بقيت عاقل، كاينه 120 دوله تسافر فيهم كاملين الا بغيتي، الا كفاك الوقت بطبيعه الحال. غير هو ملي غتبغي تدفع لديك السفاره ديال ديك البلاد ما طيحش في هذا الغلط هذا. خصك تدفع للبلاد اللي غادي تدخل منها. على سبيل المثال حنا غتاخذ طياره من بيجين سميتو اول دوله غتدخل لها اللي كاينه في ليسباس شنغن. على سبيل المثال حنا ناخذوا غتمشي لاسبانيا. دونك هذيك اسبانيا خصها تكون بحال كنقولوا هي الفيزا اللي خديتها من السفاره ديال اسبانيا. ما يمكنش انت على سبيل المثال
بغيتي تمشي على سبيل المثال لبولونيا وبغيتي تجلس في بولونيا واحد الوقت طويل، اولا بغيتي تجلس حنا على سبيل المثال في فرنسا واحد الوقت اللي هو طويل ودفعتي الفيزا في فرنسا، غيقول لك لا، يقدر يرفضوا لك الفيزا ديالك، يقول لك سير للسفاره ديال فرنسا. دونك باش ما طيحش في هذا الغلط هذا، واخا تكون النيه ديالك راه هي هذيك، حيت الوقيته اللي كتاخذ الفيزا كتولي حر دير اللي بغيتي. تقدر تكون دفعتي لاسبانيا وما تمشيش كاع انت لاسبانيا، تقدر تمشي لدوله واحده اخرى. كاين اللي غيقول لك على سبيل المثال راه المره الاخرى الا بغيتي تدفع ما يعطيوهاش لا الاخوان. بالتجربه انا كنعاود لك الامور بالتجريب كل سنه، دونك باش تكون الامور كلير. دونك هاد النقطه كيف ما كنقولوا، البلاد اللي غتجلس فيها مده طويله في ليسباس ديال شنغن، والبلاد اللي غتدخل ليها هي اللي تحاول انك تدفع ليها الفيزا ديالها. واخا تكون النيه ديالك على سبيل المثال غتمشي، المهم ملي تاخذ الفيزا داك الساعه تقدر تدخل اللي بغيتي، يعني تمشي لاي دوله في ليسباس شنغن. دابا ندوزو للحوايج الاخرين. وبالنسبه لهذاك كيف ما كنقولوا خطه السفر او ليتينيغير دو فواياج، هذاك الا بغاو الاخوان وكانوا مهتمين يكتبوا لي فقط خطه السفر، راني فهمتي كيف ما كنقولوا نقدر نعطيكم دي زيكزومبل نبارطاجيهم معكم اللي انا كنسافر بهم، باش هكا كيف ما كنقول تاخذوا كنموذج وتولي انت تستخدمه. يعني خليه ليا في التعليقات مع الايميل ديالك، راني كيف ما كنقولوا نصيفطوا لك. هذا بالنسبه لخطط السفر. دابا غادي ندوزو للتامين. ضروري من التامين، والتامين ماشي اي تامين، خص التامين اللي كتكون فيه 30000 ار ام بي كتكون مكتوبه ديال ليسباش شنغن ديال دول الاتحاد الاوروبي، المهم ديال الاتحاد الاوروبي وليسباش شنغن. دونك اللي كيشمل 28 دوله، بارفو كتلقى 30 دوله. دونك هذيك كيف ما كنقولوا التامين فين غناخذوا؟ تقدر تاخذه من طوبه. ما عرفتيش كتب لي في التعليقات التامين، وخلي لي معك الايميل ديالك اولا خلي لي معاك الويتشات ديالك، وديك الساعه راني كيف ما كنقولوا نكونتاكتيك ونوريك كيفاش انك تاخذ. بالنسبه للتامين راه كلشي ساهل، ما كاينش شي حاجه صعيبه. دابا ندوزو لحاجه اخرى، الحجز ديال الطيران. الحجز ديال الطيران كيطلبوه يكون كونفيرمي. ما عرفتيش ليه؟ كتب لي في التعليقات الطيران، حجز تذاكر الطيران. يا اما غنعطيك كونتاكت ديال شي حد اللي هو يقدر يصايبهم لك مقادين مصايبين، كتشدهم كتمشي كتدفع كيف ما كنقولوا حنايا لهذا الفيزا. سينو راه كاين طريقه باش كيف ما كنقول جلس قدام البيسي نوريك كيفاش تصايبهم. كتب لي في التعليقات حجز الطيران. هادشي الا كان عندك هذا هو الاشكال. دابا ندوزو للفندق. الفندق نفس الشيء، الفندق كيكون خصك تكون داير الحجز ديال الفندق ديالك في هذيك الدوله. على سبيل المثال غتمشي لثلاثه الدول، على الاقل الدوله الاولى يكون عندك واحد الحجز ديال الفندق، حجز واحد 3 ايام 4 ايام 5 ايام، باش ديك الساعه ماشي بالضروره تكون حاجز كلشي، يعني حجز غير واحد 3 ايام 4 ايام 5 ايام، راه كيف ما كنقولوا واحد الفتره اللي هي معقوله راه كيعطيوك. الحاجه اللي خصك كيف ما كنقولوا ما ديرش هذا الغلط، ما تحجزش ليا في فندق ولا هوستيل ديال 7 اورو 8 اورو وداك الشيء ديال الفلوغرز وداك الشيء. لا، حجز ليا فندق كيف ما كنقولوا 4 نجمات 5 نجمات. ماشي غنقول لك بطبيعه الحال تمشي تخلصهم، كاين طرق ديالهم. الا كان عندك هذا الاشكال هذا ديال حجز الفندق، كتب لي في التعليقات حجز الفندق مع الاي دي ديالك ديال ويتشات انستغرام اي حاجه عندك. ديك الساعه راني نكونتاكتك ان شاء الله، وكيف ما كنقولوا نوريك كيفاش تقدر انك كيف ما كنقولوا تصيفط. وحتى الا كان كيف ما كنقولوا بالنسبه للاخوه، حيت بالنسبه لهذا الفيديو هذا راه كنتكلم فقط على الفيزا ديال شنغن، مازال غنتكلم على الفيزا ديال امريكا، مازال غنتكلم على الفيزا ديال الدول الاخرى. على سبيل المثال بالنسبه لروسيا، فاش مشيت لروسيا كيفاش دفعت، على سبيل المثال فاش مشيت للجابون كيفاش دفعت، حتى بالنسبه لتايلاند فيزا بيزنس كيفاش كندير ليها، بالنسبه كيف ما كنقول استراليا كيفاش كندفع، بالنسبه لليوكي كيفاش كندفع، وبالنسبه على سبيل المثال اخر مره فاش مشيت حتى لبيلاروس كيفاش دفعت. يعني اي فيزا طاحت لك في البال ديالك، عندك دابا واحد الريفيرونس، واحد الاخ ديالك اللي غادي كيف ما كنقولوا حنايا غادي يعاونك في هذه الامور هذه ويبسطها لك، باش كيف ما كنقولوا ما تكونش عندك ماشي فقط انك حيت لانفورماسيون راه الاخوان راه مهمه. كيفاش علاش مهمه؟ لانفورماسيون كتسهل عليك كيف ما كنقولوا كتختصر عليك الوقت وكتربحك الفلوس. على سبيل المثال انت ملي غتعطيني واحد الملف ديالك اولا غتعطيني السيتوياسيون ديالك، غادي نقول لك راه غتمشي تدفع، راه غتاخذها ولا غتمشي تدفع، راه ما غاديش يعطيوها لك بطبيعه الحال. ماشي هو انا القنصل اللي كيديسيدي، ملي كنقول لكم التجربه ديالي كيبان لك الدوسي اللي غيمشي غيدفع راه غيتقبل، والدوسي اللي غيمشي ما غيتقبلش. كاينين شروط، هذوك الشروط ولينا حنا كيف ما كنقولوا بين قوسين حافظينهم. دونك استشاره اللي هي مجانيه، انت ما خاسر والو. يعني على سبيل المثال بغيتي انك تدفع، راه تقدر تناقش معايا تصيفط لي على سبيل المثال حتى في الويتشات صيفط لي اوديو الاخوان، حيت انا ما كنجاوبش على لي زابيل كنديرهم بموعد. اما بالنسبه صيفط لي اوديوات واخا تاخذ حتى 10 دقائق ديال لي زوديو راني نجاوبك عليه ان شاء الله، ما كاينش اشكال. شرح لي السيتوياسيون كامله. دونك بالنسبه كان عندك اشكال في حجز الفندق، كتب لي حجز الفندق. ولا بغيتو من بعد منين نساليو هاد لي فيزا هادو نقدروا كيف ما كنقولوا نصايبوا هادشي كل حاجه كيفاش تقدر تصايبها، يعني تقدر تولي تصايبها لراسك.
وبالنسبه للفيديو الجاي اشنا هي الدوله اللي بغيتو نتكلموا عليها، واش نبداو بميريكان هي الاولى، اولا نبداو بالجابون هي الاولى، ولا نبداو باليوكي هي الاولى، ولا نبداو بروسيا هي الاولى؟ اكثر دوله غادي نشوفها يعني في التعليقات الناس مهتمه بها راه هي اللي غادي ندير عليها فهمتي الفيديو الجاي. راه اليوم الاثنين، والفيديو راه غيتحط نهار كيف ما كنقولوا الجمعه. دائما كيف ما عودتكم الجمعه كنحط كيف ما كنقولوا الفيديو. دونك هذا بالنسبه للاوراق الحاليه اللي وصلنا لها، وصلنا يعني لحجز الفندق. دابا اشنو مازال باقي؟ اشنو كيف ما كنقولوا شي حاجه اللي غتثبت العوده ديالك. كيف ما قلنا كنتي كتقرا راه باينه غادي ترجع عندك الادميشن ديالك، عندك الامور ديالك، عندك العمل ديالك، راه عندك العمل ديالك. يعني هادو هما الامور اللي كيف ما كنقولوا اللي باينين بانهم الا مشيتي غترجع. الانفيتاسيون الاخوان غير ايفيتا، حيت انت غتمشي سياحه، دونك غتمشي وتالك على سبيل المثال في الخطه ديالك ما عمرك دير بانه راه عندك العائله. واخا يكون عندك العائله حيت كاين داك الفورمولير حتى هو خصو يعمر. هذاك الفورمولير اللي خصو يعمر ما تكتبش فيه راه عندي عائلتي ولا عندي عمتي خالتي. غنمشي سياحه، غنمشي ونرجع. انت غرضك في الفيزا، تاخذ الفيزا الباسبور ديالك فهمتيني، تطبع لك الفيزا وتمشي ديك الساعه دير اللي بغيتي كيف ما كنقول. النيه ديالك ديك الساعه فهمتيني. المهم راه عندك الفيزا، ما ترفضاتش الفيزا. انا اهم حاجه انك تاخذ الفيزا ديالك وما ترفضش. هادو هما تقريبا الاوراق اللي مهمين اللي خصهم يكونوا عندك. يعني كيف ما كنقولوا حنايا في هذا ديالك. بطبيعه الحال راه غادي تحتاج تصاور. في الغالب التصاور راه كديرهم على سبيل المثال الا كنتي غتمشي، حيت اغلبيه ديال القنصليات اولا السفارات فراه كيكون عندهم يعني على سبيل المثال بالنسبه لاسبانيا غتلقى بها ليس كونتاكت، بالنسبه لفرنسا غتلقى حتى ليس كونتاكت. يعني كل سفاره ولا كل قنصليه كتلقى عندها يعني كيف ما كنقولوا مقر ديالها اولا واحد المكتب اولا ايجنسي اللي هي كتعامل معها. دونك تقدر تصور عندهم وكتقدر انك تقاد عندهم كيف ما كنقولوا هذه المأموريه هذه. دونك هذا هو اللي كاين بالنسبه للاوراق. دابا غادي ندوزو كيف ما كنقول، راه كاين بعض المرات هذيك الايجنسي هي اللي كتضيع لك الفرصه ديالك باش انك تاكسبتا. كيبقاو يعرموا عليك شي حوايج اللي ربما ماشي ضروريين. انا كنقول لك هاد الاوراق هادو اللي كانوا عندك كاملين فراه ما غاديش كيف ما كنقولوا مقادين مزيان وكل شيء، راه ما غاديش كيف ما كنقول يكون عندك حتى غلط. حتى الا بغيتي اني فهمتيني نفيريفي معاك، غنفيريفي معاك. تقدر تصور لي فيديو، غنشوف الفيديو وغنقول لك توكل على الله، اولا نقول لك لا راه ناقصك هذه ولا قاد هذه ولا بدل هذه ولا هذه. دونك راه حاولت انني نسهل عليك كيف ما كنقولوا حنا المأموريه. دابا غادي ندوزو كيف ما كنقولوا فاش تكلمنا على الوقت غادي نتكلموا على كيفاش سمحوا لي الاخوان، راني لقيت بان الفيديو انا كيسحب لي يلاه 7 8 دقائق. طولت في الفيديو، كنعتذر منكم مره اخرى. كنتمنى الا كان عندكم اي تساؤلات ولا اي حاجه خليوها لي فقط في التعليقات، راني نجاوبكم عليها ان شاء الله. كنشكركم على السيبور ديالكم والدعم ديالكم واللايك ديالكم والدعوات ديالكم. تنتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنساوش الاسبوع الجاي اشنا هي الدوله اللي بغيتو نتكلم عليها بالنسبه للفيزا. والا ما كانش هذا الكونتوني يعني زعما كيعجبكم راني ما نديرش ان شاء الله بالنسبه كيف ما كنقولوا بالنسبه للدول الاخرين. نقدر نغير كيف ما كنقولوا الموضوع لموضوع اخر. تحياتي ورمضان مبارك سعيد والسلام عليكم.